السلام عليكم ورحمة الله. هذا عندي الفستان على مصغر، أنا نزلت فيديوهين بس أنا يعني انتبهت اليوم على التعليقات، الكل بده إنه كيف أنا خيطته، وأنا هذا الفيديو عملته والصراحة نسيت أنزله عندي في القناة على مصغر، بس يعني ما فيني أحط كل التفاصيل لأنه شوي فيه صعوبة الخياطة على مصغر. يعني أنا خيطته، هاي النتيجة طلع حلو، بس المانيكان شوي مو مناسب من تحت، لازم يكون له قاعدة المانيكان حتى يعطي الكلوشة من تحت شكل أحلى. انتوا بتشوفوا يعني أنا حطيت التفاصيل شوي هيك يعني منها، وهو سهل يعني ما بده شيء. هو عبارة عن تنورة الدرابية، والصدر الفستان عبارة عن برنسس والكروازيه بس من جنب واحد، والتنورة، وهاي الكشكشة اللي على الخصر ما بعرف ايش انتوا بتسموها، كل واحد بسميه، هي موكو حلزون، بس انا يعني بتشوفوا بالفيديوهات كيف عملت الطريقة. وفي تعليق اجاني، التعليق اللي اجاني واحدة كاتبت لي انه احنا لازم نحسب طول الصدر من بعد ميلان الكتف لعند الخصر. يعني أنا عندي مبتدئين، ما يعني هاي الطريقة أفضل إني أحكي لهم خذوا من الكتف لعند الخصر طول الصدر، ونفس يعني أنا ما إني أنا طريقتها غلط، لا طريقتها صح، بس إحنا بنحسب دائما من عند ميلان الكتف، بعد ميلان الكتف إن كان 3 سنتي، يعني 3 سنتي دائما إحنا بنحط، بنحسب لحفرة الكم، ما بنحسب للصدر. يعني أسهل هاي الطريقة، يعني أني أحسب والله من الكتف لعند الخصر، هذا طول الصدر أفضل. أنا دائما بحذف 2 سنتي من خط الصدر الجنب على ما فيش لعند خط الأمام. يعني أنا نزلت في فيديوهات كثيرة أنا هيك بعمل هاي الطريقة، دائما باخذ 2 سنتي من خط الجنب للفستان لما يكون فستان يعني من جزئين، صدر وتنورة. بالعكس أنا التعليقات بستفيد منها، وشكرا لكم. وإذا في عندي أخطاء كمان علقولي، أنا ما بزعل، أنا بحسب حالي إني مبتدئة معاكم. وشكرا لكم ولتفاعلكم معي بالقناة، واللي دخلوا جديد كمان شكرا لهم. وما بقدر أحط كل تفاصيل الفستان المصغر، الصراحة خياطة الفستان المصغر صعبة شوي، يعني حطيت لكم بس أنا حتى والله ناسي أنزل الفستان، بس شفت تعليقاتي بتخليني أنزله. واللي طلبوا انهم كيف بدهم يتواصلوا معي، الصراحة انا مش حاط لينك او حاط رابط حساباتي على الفيسبوك او على التليجرام او الانستغرام، مش حاط. كتبت حسابي على الفيسبوك بالتعليقات، اللي بده يتواصل او بده يبعث لي موديل بده البترون، يعني اذا كان عندي البترون بساعده فيه، وبس هيك يا بنات.